لما تنكش في الماضي ما تتوقعش إن اللي هتعرفه هيريحك. صحيح هتنبسط إنك ما بقيتش مغفل وبقيت عارف كل حاجة، بس هتبقى ورطت نفسك في جزء انتهى من حياة شريكك. فين الحضن بتاعي؟ لا لا لا، بس وهيفضل شبح ويطاردك العمر كله. مش كل مرة تزعلني وتيجي تتكلم أكن مفيش حاجة حصلت. أنا بجد زهقت من طريقتك دي. زهقت من الخناق، زهقت من الجدال، وكل حاجة بعملها بتقول إنك زهقت منها. يلا يلا اقلب الترابيزة، اعمل نفسك زعلان يلا. لا يا حبيبتي، لا أنا مش زعلان ولا حاجة، ومش عايزك تزعلي. لا، أنا عايزك تفرحي بشغلك الجديد، وانسي بقى كل اللي حصل ده. ده حاجات تافهة ما تستاهلش يعني. والله قول لنفسك، انت اللي كبرت الموضوع وعملت ريلاكس يا روحي، ريلاكس، انسي خالص. مش هتقولي لي بقى على السبق الصحفي بتاعك اللي هتبدأي بيه مشوار شغلك؟ لا، ده انفراد مش هينفع دلوقتي. ليه؟ أسرق منك؟ معقول ده يعني؟ أنا يعني كنت هقول لك رأيي، أقول لك تعملي إيه وما تعمليش إيه وتتصرفي إزاي، يعني هساعدك. هو انت ليه محسسني اني خريجة معهد لاسلكي؟ انا خريجة اعلام زيك. لولا بس انشغالي بالطاقة كان زماني بقيت اهم صحفية. أنا مودينا في داهية غير الطاقة ده. ايه؟ لا يا حبيبتي، ده بس بفكر في السبق الصحفي فعلا. من حقك ان انت ما تقوليش يعني. انا هقوم اعمل عشاء، اعمل لك معايا؟ لا يا حبيبتي ميرسي، انا اصلي كان عندي شويه طاقه زياده كده وراحوا، فانا محتاج اريح شويه بعد اذنك. يا كوكي، كلمتيني كذا مرة، معلش لسه خارج من اجتماع. صالح، عايز اخد رايك في حاجات كتير. حاسه اني لايصه ومش عارفه اعمل ايه. لا كده بقى هيبقى تجيلي اعمل لك طاجن البطاطس اللي بتحبيه، نتكلم في كل حاجة براحتنا. فرتكت ام علي. بالهنا والشفا. عجبك الاكل؟ كان عظيم. مين كان يعرف ان انت بتطبخي كده؟